الرحمن الرحيم. حبايبنا طلبة الثانوية العامة، كل سنة وانتم بخير. النهاردة تالت حلقة في حلقات الفيزياء. هنثبت لكم ان شاء الله ان الفيزياء مادة حلوة، وان شاء الله بإذن الله هتجيبوا فيها مجموع حلو جدا بإذن الله. معاكم أحمد الحفناوي مدرس الفيزياء في قناتكم اليوم السابع. نبدأ كده مع بعض الأسئلة المتعلقة بالفصل الثاني. يعني مثلا القواعد، في ناس بتبقى عندها مشكله في القواعد، وخاصه قاعده فليمنج وقاعده امبير اليد اليمنى والبريمه اليمنى. طب ايه الحل ده بقى يا مستر؟ سهل قوي. انا عايزك بس تبدا كده واحده واحده معايا والدنيا هتبقى زي الفل. اول حاجه في قاعده امبير لليد اليمنى، انت هتشوف التيار اللي على يمين السهم اكس يعني داخل الصفحه، واللي على شماله يبقى خارج الصفحه. سهل قوي. طب حلو قوي. طب بالنسبه بقى لقاعده البريمه اليمنى، سهل قوي. هل هنا اتجاه السهم مع العقارب ولا ضد العقارب؟ يعني لو معايا مثلا ازازه، لما بفتحها بمشي ضد العقارب، طب لما اجي اقفلها ببقى مع العقارب، صح كده؟ طيب نتفق اتفاق ان هو لو مع العقارب يبقى الاسفل، ولو ضد العقارب يبقى الاعلى. مع العقارب يبقى قطب جنوبي، ضد العقارب يبقى قطب شمالي. ده سهل قوي والدنيا زي الفل. طب يلا بقى نتدرب على السؤال ده. بيقول لك في الشكل المقابل حلقتان معدنيتان لهما نفس المستوى، يمر بكل منهما تيار كهربي شدته I، فإذا انعدم تيار الحلقة الصغيرة فإن كثافة الفيض عند المركز المشترك للحلقتين C يساوي كام؟ طيب هنا بقى الأول اقرا السؤال. حلو. انت بقى هنا ايه؟ ده حلقتين مع بعض ولا ضد بعض؟ مع بعض ولا ضد بعض؟ قال لك اعرف ازاي؟ السهم سيادتك اهو، ده الاسفل وده الاعلى. حلو. طب ازاي؟ ده مع العقارب وده ضد العقارب. حلو قوي. مع العقارب يبقى الاسفل، ضد العقارب يبقى ايه؟ الاعلى. يعني هنا الاتنين عكس بعض. فيجي الطالب يقول لي يا مستر طب اعمل ايه بعد كده؟ ما هو مش مديني اي حاجه. سهله قوي. مش ده نص القطر بتاعه اصغر، يبقى كثافه الفيض بتاعته اكبر. ليه؟ لان كثافه الفيض تتناسب عكسيا مع نصف القطر. حلو. يعني بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. انت حافظها ازاي؟ منير. حلو. يبقى ده اكبر واحد وده اصغر واحد. يعني ده لو افترضنا ان هو 2 يبقى ده 1. سهله. طب لو عايز اجيب المحصله، 2 ناقص 1 هتبقى ايه؟ هتبقى 1. طب الاتجاه، خد الاتجاه الكبير اللي هو مين؟ الصغير. يعني ده هيبقى لاسفل وده لاعلى. حلو قوي. طيب انا كده خلصت الجزء الشكل يعني ترتيب الشكل بتاعي. حلو. بعد كده اروح اعمل ايه؟ نبص عشان الصوره توضح. اذا انعدم التيار في الحلقه الصغيره، يعني ابو 2 ده اتشال، فان كثافه الفيض خلاص شلنا ابو 2 ده خالص، هتبقى 1 بي وايه؟ لاعلى. يعني معنى ذلك كانت في الاول 2 ناقص 1 بواحد وكانت لاسفل، بعد كده هتبقى 1 برضو بس الاعلى. انت ملاحظ؟ يعني هنا الشكل المقدار ثابت لكن الاتجاه هو اللي اتغير. يلا بقى نشوف الاجابه. يقل مقدارها وينعكس اتجاهها؟ لا. يزداد مقدارها وينعكس اتجاهها؟ احنا قلنا المقدار ثابت. لا يتغير مقدارها وينعكس اتجاهها، هي دي اللي انا عايزها. كمل برضو عشان لا يكون في حاجه اكتر من كده. لا يتغير مقدارها واتجاهها، لا خلاص يبقى الاجابه الصح ج. ايه رايكم؟ الدنيا سهله، العمليه سهله، بس محتاجه ايه؟ تركيز. هي العمليه بس محتاجه تركيز فقط. ركز هتلاقي كل حاجه زي الفل. يلا السؤال بعد كده. اي الحالات تكون فيها محصله كثافه الفيض اكس بصفر عند النقطه اكس منعدمه؟ طيب ارجع معايا كده. يعني ايه منعدمه؟ يعني نقطه التعادل. حلو. ونقطه التعادل بتكون للسلك الاضعف، يعني قريبه من السلك الاضعف. حلو قوي. ليه؟ لان اللي بيدور على التعادل دايما الضعيف. يعني اتفرج كده العب ملاكمه مع واحد قوي، لا هتلاقي نفسك انت بتجري على التعادل. فريق مثلا س، تمام، وفريق ص، بس السين اقوى بكتير جدا من صاد، فتلاقي فريق صاد دايما ايه؟ بيدور على التعادل. بالنسبه له التعادل ده مكسب. عشان كده نقطه التعادل بتكون قريبه ليه؟ قريبه للسلك الضعيف، ولازم يبقى نفس نسبه التيار. طب حلو قوي. يلا اكتب كده في تعليقك متى لا توجد نقطه تعادل. وريني، هشوف التعليقات واشوف اجاباتكم، وانتم باذن الله شاطرين. يلا السؤال ده
مين في على اي 2 بتساوي دي 1 على دي 2. بس اهم حاجه النسب يبقوا قد بعض. يلا بقى نشوف الاجابات. يلا وخلي بالك، خلي المساله توديك وتجيبك كانك بالظبط بتجري وراها. عشان تعرف تحل الفيزياء لازم تعمل كده. يلا نخش بقى للسؤال ده. حضرتك انت عندك 1 اي صح، وهنا ايه دي. طب دي 2 اي، خلي بالك دي 2 اي ها، وده 2 دي، يبقى دي نقطة تعادل ولا لا؟ قال لي بص بقى، لو عكس بعض يبقى نقطة التعادل هنا صح. طب لو في نفس الاتجاه يبقى نقطة التعادل في النص. حلو، هنا بقى عكس بعض يبقى كلامنا صح، يبقى الإجابة الصح دي نقطة التعادل. تمام، يبقى دي 1 داخل معايا في ايه؟ في الحسبة. نخش التاني بقى. يلا ده 1 على دي و3 على 3 وعكس بعض صح. يلا نخش بقى على التاني. 1 على 1 التالت، 1 على الاتنين. ده مش نقطة تعادل سيادتك. ليه؟ لأن نسب الديهات مش نفس نسب الأيات. حلو. طب نخش بقى الأخيرة دي. 3 على الدي هي 1 على 4 دي. لا انت لا، الأرقام اختلفت خلاص، يبقى مفيش قدامي غير مين؟ غير 1 و2 فقط. ده سؤال جميل جدا. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده. سؤال بعد كده موجود في كل الكتب الخارجية وناس كتير جدا تمام حليته قبل كده، بس انا عايزك تحله بالطريقه بتاعتنا. الهدف من المراجعه دي تبقى معاك اسس واسلحه تشتغل عليها، عشان لما تيجي في الامتحان تمشي بالخطوات دي عشان تتعامل مع الامتحان سيادتك. اهم حاجه تتعامل مع الامتحان ازاي، مش بالشطاره، مش بالشطاره زي ما الناس متخيله، لا بالجهد، بالخبره. بالخبره هتلاقي الدنيا زي الفل. في الشكل المقابل سلكان مستقيمان طويلان جدا ومتوازيان يمر بكل منهما التيار الكهربي. اذا كانت كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عند التيار السلك واحد عند النقطه بي تساوي بي. يعني السلك واحد ده كثافه الفيض بتاعته بي. طب يلا بقى البي ده بيساوي ايه؟ قال لك اي على دي. طب حلو، يعني اي 1 على 1 فيها بيساوي بي. طب لو كان 2 على 1 يبقى 2 بي. سهله قوي. طب ارجع مع بعض للقواعد. ده طالع كده، يبقى اللي على يمينك اكس، اللي على يمينك داخل ولا على شمالك خارج. اهي الاغنيه اهي، ها اللي على يمينك داخل واللي على شمالك خارج. يعني ده اكس وده نقطه. برافو. طب ده ايوه قول صح، اكس يعني داخل، وده نقطه، ده نقطه وده اكس. يبقى اجمع ولا اطرح؟ عكس بعض يا مستر. سهله، يبقى طرح. ده ب2 وده ب1، يبقى 2 ناقص 1 فيها الواحد. حلو، يبقى دور. يبقى الإجابة يا ألف يا ج. طيب مين اللي ياخد الاتجاه؟ الكبير. مين الكبير؟ الاتنين، لأنه 2 بإيه؟ يبقى هنا إكسات وهنا نقط، يعني هيبقى خارج الصفحة. يبقى الإجابة الصح ج وعمودي على الصفحة وإلى الخارج. شفت بقى سهلة إزاي؟ الدنيا سهلة. كيرشوف بقى. طب يا مستر كيرشوف ده جاي في الامتحان نقطتين، نقطة لقانون كيرشوف الأول اللي هنتدرب عليها دلوقتي، ونقطة لقانون كيرشوف التاني. تمام؟ ازاي؟ الله أعلم، بس احنا نعمل ايه؟ نتدرب ونشوف الدنيا ماشية ازاي. رقم 2 في الشكل يكون فرق الجهد بين اكس وواي. فرق الجهد بين اكس وواي. لا 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 لا، تعالى لي كده في جنب عشان المسألة دي شديدة شوية. ازاي يا مستر؟ ما انت بتقول كيرشوف سهل. ما هو خلي بالك، اول حاجة هجيب الايات، وبعد ما اجيب الايات هجيب فرق الجهد، واخلي بالي اوي من الاتجاهات. ده دنيا يا مستر. هي ليلة، بس ركز كده معايا. نبدأ بقى الاول. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده داخل ب10، تمام، وده داخل ب1، وده داخل ب4، يبقى ده ايه؟ خارج ب18. اجمع كده الداخل 10 و1 و4 يبقوا 15، وخارج كام؟ 18. يعني ده داخل ب3. سهله قوي اهو، جمع وطرح. حلو. بعد كده هعمل ايه؟ مش ده ب3؟ اوكي، طيب يبقى مين جهده اكبر؟ طب فلنفترض ان هو رايح كده، يعني رايح من واي لاكس، ما هو عشان داخل. يبقى
3 في 5 بكام؟ جبنا الايات. طب ازاي بفترض؟ ما هو خلي بالك، ما هو مش حاطط لك الاتجاه، فانت هتشتغل كأن الاساسي عندك ان انت هتعملها مره كده ومره كده. ليه؟ طب هو لو كان اداني الاتجاه ولو جالي في الامتحان هيديك الاتجاه عشان يبقى يريحك شويه. حلو، احنا نفترض انه الاتجاه كده على حسب اللي احنا عملناه. حلو، طب تمام، يبقى 3 في 5 ب 15. يبقى نفترض ان ده اكبر من ده ب 15. حلو، يعني لو اتجاه جاي من واي رايح لاكس، يبقى الواي معاه 15، خلصهم فين؟ في المقاومات. حلو، زي الفل. يبقى الاكس دي صفر، دي 15. حلو، طب لو كان العكس، يبقى في الحاله دي تبقى ال 15 اكبر. بس احنا لما حسبناها في قانون كيرشوف الاول كان مين؟ كان ان التيار داخل. ليه؟ لان مجموع اللي داخلين قد الخارجين، يبقى كلامنا صح. حلو، يلا بقى نشوف الاجابات. 15 فولت جهد الواي اعلى، هي دي الاجابه الصح لان داخل كده. 5 فولت جهد الاكس اعلى، الله ده بعدني عن 15 خالص، ده كده زي الفل. تمام، 5 فولت جهد اكس اقل ولا 20 كمان يا عم. خلاص المساله بقت سهله، يبقى الاجابه بقى بالنسبه لي ايه؟ الف. طيب الدكتور رضا حجازي كان بيقول ان الاسئله في الامتحان بتاعك اسئله مالها مش متشابهه. يعني زمان، يعني من سنه كده، كان في الاحياء كانت بتحل بنيه الوضع الامتحان، دلوقتي ما بقاش موجود. خدت بالك؟ فالدنيا هتبقى سهله شويه. يعني في بعض المواد انت بتحسب بنيه وضع الامتحان هو نيته كان ايه، لا مش هتلاقي الكلام ده. وهتلاقي في الفيزياء 5 و3 في 10 أس سالب 3، 5 و3 في 10 أس سالب 2، لا مفيش الكلام ده. الأسئلة أو الاختيارات مختلفة عن إيه؟ عن التاني. فهمت الفكرة؟ زي كده بالظبط. طيب حلو قوي. طب يلا بقى نخش السؤال بعد كده. في الدائرة الكهربائية الموضحة أمامك عند خلق المفتاح اس، فإن تعالى بقى لما أغلق المفتاح اس ده المقاومات هنا هتقل. حلو، يقوم الأميتر ده إيه؟ يزيد. برافو عليك. تمام، فيجي طالب يقول لي يا مستر ده مش سلك فاضي. لا يا اخويا مش سلك فاضي ده. ليه؟ ده فولتميتر، واحنا قلنا في الحلقه الثانيه الفولتميتر مش سلك فاضي، لان الفولتميتر بتوصل في الدايره على التوازي وليه مقاومات. برافو عليك. يعني هنا المقاومه قلت، يقوم التيار يزيد. وهتشوف انا بعمل ايه، اعمل زي كده. المقاومه قلت، التيار يزيد، يبقى فرق الجهد هنا ايه؟ استنى، ده فرق الجهد على مقاومه، يعني بيتوقف على الاي، يعني الفي بتساوي اي في ار، يبقى بالتالي هنا ايه؟ ده يزيد ولا يقل؟ قال لك هيقل. يا مستر ازاي والاي كبر؟ عشان المقاومه حضرتك قلت. طب تمام، يبقى قراءه الاميتر تزيد وقراءه الفولتميتر تقل، يبقى الاجابه ب. برافو عليك. طيب انا شاكك في اجابتي. انا بحب دايما اشتغل بنظريه 6-1، مش حاجه عشان محدش يتكلم يعني. تمام، بنظريه 6 الفي بي، 1 المقاومات. ما تخشش في حته كده. 6-1 ده كده في الفيزياء، مالناش دعوه بالكوره. حلو، ده 6. حلو، وخلي مقاوماتك 1 1 1 خليها نص، نص 1 1 ونص. حلو، طب الاي كلها هتبقى 6 على 1 ونص فيها الأربعة. طب قبل ما تقفل كان 1 1 6 على الاتنين فيها 3، يبقى التيار كبر، كان 3 بقى 4. طب يلا فرق الجهد. فرق الجهد حضرتك مش دي كانت 1؟ والتيار في الأول كان 3 في 1 بكام؟ ب3. طب في الثانية التيار بقى 4، 4 في نص يبقى 2، كان 3 بقى 2. قلت ولا لأ؟ فهمت؟ دي سؤال جميل جدا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما يلي في الشكل عند وضع بوصلة. السؤال ده أنا مش هجاوبه، هديك الفكرة، اكتب تعليقك وجاوبه. عند وضع بوصلة عند النقطة C لا تنحرف فيصبح شدة التيار المار في الملف I2 يساوي كام؟ الأول صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي إيه؟ ده إيه؟ سلك مماس. يعني سلك مماس يعني لا تلف ولا تحتار، اديه هنا قد الار. ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ والله يعني هنا اديه قد الار. حلو، عند وضع بوصلة عند النقطة سي لا تنحرف، يبقى ده نقطة تعادل،
وما دام نقطة تعادل في البي بتاعت الملف الدائري منير، والبي بتاعت الملف اللولبي، الملف اللي هو السلك ميد ميو اي على 2 باي دي. يبقى تاني ميو اي على 2 باي دي، اكتب كده معايا يلا. ها، البي هتساوي البي، البي سلك بتساوي البي دائري. البي سلك بتساوي ايه؟ ميو اي على 2 باي دي. طب والتاني ميو ان اي على 2 ار. فالميو هتروح مع الميو، حلو، والاتنين هتروح مع الاتنين، زي الفل. بتكتب ولا ايه؟ حلو، تمام. طب وبعد ما كتبت بقى الان هنا بكام؟ بواحد، شلته صح؟ حلو. هتبقى اي دائري اللي هو 2 اي 2 على الار، والدي كمان قد بعض راحوا مع بعض، حلو. بقت اي على الواحد، اي 2 على الواحد بتساوي اي 1 على باي. كمل بقى وقول لي الاجابه ازاي، واكتب في تعليقك. الدنيا سهله، وان شاء الله الفيزياء ماده جميله، ماده سهله. اتعامل مع المساله كانها شخص بيكلمك، اتعامل مع الفيزياء كانها طفل وتعامل معاه، او راجل كبير بتتكلم معاه. فلنفترض مثلا معاك اخوك الصغير، كل يوم تجيب له حاجه حلوه، هيحصل ايه؟ عينيه هيديك عينيه. ليه؟ ده انت بتهتم بيه. او زي كده الفيزياء. انا عارف ان في ناس بتقول لك اصل الفيزياء بعبع الثانويه العامه، والفيزياء مش عارف ايه، والفيزياء مش عارف ايه، وكل يوم اشوف عليه في صفحات السوشيال ميديا خناقه بسبب الفيزياء. ما هو ليه؟ عشان انت ما بتتعاملش معاها صح، عشان انت حضرتك ما بتحلش، ما بتعرفش تتعامل مع المساله بالطريقه اللي المساله عايزاها. تمام؟ زي بالظبط كلمه كده الاهتمام ما بيطلبش. ما هو انت ما بتهتمش بالفيزياء، يبقى خلاص استحمل بقى. طيب ايه المطلوب من حضرتك؟ بص حضرتك، في الاول وفي الاخر عشان نبقى مقتنعين 100%، عشان تجيب ال60 من 60 لازم تتعامل مع الامتحانات الفتره دي، وتتعامل مع الامتحانات، يعني تحل امتحان وتشوفه تغلط، حل واغلط وشوف غلطاتك فين، وارجع بص في نموذج الاجابه، والسؤال اللي ما تفهموش روح للمدرس بتاعك قول له، وتعامل. اسال زمايلك، هتلاقي الفيزياء ماده سهله. الفيزياء مع التجربه بتبقى سهله، لكن صدقني طول ما انت سايبها كده وما بتحلهاش عمرك ما هتعرف تتعامل مع الفيزياء. تمام؟ انا متفائل فيكوا خير، وانت يا بطل قدها، وخلاص هانت اهي، فاضل على الحلم تكه. اتعب عشان ربنا يكرمك، واعرف ان اللي بيتعب ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه. فاتعب، اتعب، وان شاء الله الفيزياء انا متفائل خير هتبقى ماده سهله، وباذن الله اشوفكم في حلقات اخرى، وربنا يوفقكم. اخوكم احمد الحفناوي، مدرس ماده الفيزياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.